ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مازن زميلكم في سنه تانية معاكم في الكليه. جاي النهارده اقول لكم مواد الترم الاول اللي هتاخدوها في الكليه ونبذه عن كل ماده، عشان تبقوا داخلين الكليه وانتوا فاهمين هتاخدوا ايه بالظبط في كل ماده. دلوقتي يا شباب انتوا في الترم الاول هتاخدوا 7 مواد. علم علوم عشان الماس زيرو، ولكن علم رياضه تاخد 6 مواد بس عشان هما مش هياخدوا ماس زيرو. طيب دلوقتي هنبدا باول ماده اللي هي الماس 1. طب انت هتاخد ايه في ماس 1؟ انت هتاخد في ماس 1 جزء تفاضل وجزء تكامل. جزء التفاضل هتاخد فيه المشتقه الاولى، هتاخد تفاضل الدوال الأسية والدوال الزائدية والدوال العكسية، تاخد فيه مشتقة الدالة العكسية، مشتقة الدوال المثلثية، تاخد حاجات تانية برضو لما تدخل هتعرفها يعني. تاخد قاعدة لوبيتال. في التكامل هتاخد تكاملات أساسية، تكامل الدوال المثلثية، تاخد تكامل محدد، تكامل بالتجزيء، وهتاخد التكامل بالتعويض. ممكن ناس في الأول تعاني من الماس 1 لأن هما كعلم علوم يعني آخر ماس خدوه في تانية ثانوي، ولكن انت بتعوض الجزئيه دي ان انت بتسمع شرح كويس في المحاضره وبترجع تسمعه تاني مثلا من اي مصدر تاني على اليوتيوب، بس يكون نفس الكونتنت طبعا، بس بتذاكر اللي انت سمعته في المحاضره او اللي تدخل ان شاء الله هتعرف الحاجات دي كلها. بس بعد كده بتحل الاسئله اللي الدكتور كان شرحها على البورد، فهتلاقي الدنيا ان شاء الله معاك كويسه. مع الوقت والمحاضرات هتلاقي ان الدنيا بدات تظبط معاك في الماس وبقت حاجه لذيذه. نيجي لتاني ماده اللي هي لوجيك 1، وازاي الكمبيوتر بياخد مننا المعلومات على هيئه صفر وواحد. هتاخد ايه في لوجيك 1 خلال الترم؟ هتاخد نمبر سيستم اللي هي الانظمه العدديه، هتاخد اللوجيك جيتس اللي هي البوابات، تاخد الكي ماب، تاخد بوليان الجبرا، هتاخد اليونيفرس جيتس اللي هي هتاخد عكس البوابات اللي هي النور والناند، هتاخد 7 سيجمنت الجنريتور، هتاخد التشيكر، هتاخد فول اوردر والهاف اوردر. هيكون دايره كهربيه، تعمل دايره كهربيه كامله، بيكون عليه 5 درجات او 10 درجات. هي مادة كويسة جدا وسهلة، بس تذاكرها أول بأول يعني عشان بتتنسي بسرعة. نيجي للفيزيكس. انت في الفيزيكس هتاخد جزئين، يعني هتاخد الجزء الأول في فيزيكس 1 لغاية المحاضرة رقم 5 لغاية الإلاسيتي. بعد كده تبدأ محاضرة رقم 6 تاخد جزء كهربية وجزء إلكترونيكس يعني. الفيزياء لذيذة أو ممكن تقابل صعوبة شوية، ولكن زي ما قلت لك في الماس هتعمله في الفيزيكس بنفس الطريقة. طيب انت في الاي تي هتاخد يعني ايه انفورميشن تكنولوجي، تاخد اهميته وبيفيدنا في ايه في حياتنا يعني. هتاخد كمبيوتر نتورك، تاخد جزء من الشبكات، هتاخد الكومبوننت بتاع الكمبيوتر، مكونات الكمبيوتر كلها وبتعمل ايه بالظبط. هتاخد انظمه التشغيل زي اللينكس والويندوز. ماده ممكن تقابل فيها صعوبه شويه في الانجليش، ولكن برضو اي حاجه في الانجليش هتقف معاك هتترجمها، هتكتب ترجمه جنبيها بس. ومع القرايه كتير وتفهم، اهم حاجه تفهم في الماده دي بحيث ان انت لما تفهم تعرف تعبر اللي انت فهمته. وماده هتفيدك جدا عامه. في ناس بتبقى داخله الكليه وهي ما عندهاش معلومات عن الكمبيوتر، فالماده دي هتفيدك جدا في الجزئيه دي. بالنسبه للماس زيرو، دي بتكون مقدمه للماس 1. هتاخد فيها طبعا دي لعلم علوم فقط، هتاخد فيها الريليشن والفانكشن وانواع الفانكشن، كوادراتيك وراشونال وبولينوميال. هتاخد الدوال المثلثيه، هتاخد النهايات، هتاخد اتصال. ماده سهله ولذيذه، هي كده كده مش بتضاف للجي بي اي، بس ماده ب3 ساعات ولكن ماده نجاح وسقوط. نيجي للمادتين العربي اللي هما بيكونوا من كليه بيزنس. المادتين دول كل ماده ب3 ساعات بيضافوا للجي بي اي، مهمين جدا عشان لا قدر الله جبت فيهم درجه ومش احسن حاجه بينزلوا الجي بي اي وبيأثروا جدا. هي مواد عربي، يعني انت مواد عربي. مبادئ الاداره دي بتتكلم عن جزء بيزنس، ازاي تدير الاعمال، وجزء في البيزنس عامه. حقوق الانسان بتتكلم على الدستور، بتتكلم على حقوق الانسان، يعني ايه حقوق الانسان والحاجات اللي زي كده. بتدرس المساواه والعدل والحاجات دي كلها، فهي ماده قانون شويه، عايزه حفظ كتير. يعني ماده حقوق الانسان عايزه حفظ كتير، امتحاناتها بتكون فيها تريكات، فانت لازم تكون مذاكر كويس. فركزوا على المواد العربي دي عشان هتذاكرها كويس هتجيب درجه كويسه، مش هتذاكرها هتنزل معاك الجي بي اي وهتأثر معاك. في حاجه يا شباب انا نسيت اقولها مهمه جدا ولازم تركزوا عليها وهتفيدكم جدا. اول حاجه اسئله الشتات، اسئله الامتحانات السابقه سواء ميد او فاينل، اسئله الدكتور على السبوره. لازم قبل اي امتحان سواء ميد او فاينل تكون حالل الحاجات دي كلها عشان تبقى داخل الامتحان وانت لامم كل الافكار، لان في افكار بتتكرر بنفس الفكره، ممكن الارقام تتغير بس هي نفس الفكره. فانت لازم تكون، خصوصا الامتحانات السابقه، لازم تكون حللها كويس، فاهم الافكار اللي فيها عشان تدخل الامتحان. طبعا انت بتعمل كده بعد مذاكرتك يعني، بعد ما بتذاكر بتحل الشيتات وتحل الامتحانات السابقه، تدخل الامتحان بتجيب درجات كويسه جدا والدنيا بتبقى معاك لذيذه. بس كده يا شباب، انا حبيت اوضح لكم الدنيا والمواد اللي عليكم في الترم الاول، ونبذه كده سريعه عن كل ماده. انت لما تدخل ان شاء الله هتعرف الدنيا اكتر. اهم حاجه تذاكر اول باول، ما تراكمش حاجه.
أي حاجة مش فاهمها تسأل الدكتور، تسأل المعيد عادي جدًا. حاول الترم الأول تجيب GPA عالي، واستغل الفرصة، المواد مش أصعب حاجة، ذاكرتها أول بأول هتجيب درجات كويسة، بحيث إن أنت بعد كده لما بتجيب GPA في الترم الأول كويس، فبعد كده بتستريح في موضوع الGPA. بس كده، بالتوفيق ليكوا يا شباب.